مساء الخير. هلو ذير، عاملين ايه الدنيا، ايه الاخبار؟ طبعا الفيديو ده استكمالا للفيديو الاولاني اللي هو ما كنتش كملته، حصل ظروف كتير قوي ما عرفتش اكمله. هو اللي هم كانوا العشر حالات بتوع حالات الحب، اول ما تشوفها تهرب فورا، يعني ما تقعدش ابدا في العلاقه دي. فاحنا طبعا كنا قلنا 6 وكان لسه 4، يعني فعشان نكمل العشرة اللي مش راضيين يكتملوا دول. كنا قلنا التملك، وكنا قلنا الطاعة، وكنا قلنا الابتزاز، وكنا قلنا التفصيل، وقلنا خلط الأدوار وحالة الحب. سابع حاجة معانا وهي السادية. اللي ما يعرفش يعني ايه مصطلح سادي، يعني شخص بيستمتع لما يعذب الشخص اللي قدامه. انت طول الوقت موجود في علاقة، ان انت تعذب اللي قدامك، واللي قدامك يحس بألم، سواء الألم ده تعنيف جسدي، تعنيف لفظي، تعنيف عاطفي، اي حاجة فيها كلمة عنف. فانت بالنسبة لك طول ما انت بتعنفه ان ده حب. انا بحبك على فكرة، لو انا ما بحبكش مش هضربك على فكرة. فتيجي انت تبص، اصل انا عايز مصلحتك والله، يعني انت غلطت فعشان كده انا ضربتك. واستمتاع شديد جدا باذى الغير، استمتاع شديد غير طبيعي بانك تاذي اللي قدامك، او انك تجرحه، او انك تعنفه، او يبقى فيه دايما في حاجه مؤذيه كده من الشخص ده. هو كده مسميها حب. على فكره انا ضربتك عشان بحبك، على فكره انا عورتك بس ما كانش قصدي ان انا اعورك، بس انا ضربتك عشان انا بحبك، عشان مش عايزك كده، انا خايف على مصلحتك على فكرة، انا خايفة. ما اعتقدش ان السادية بتبقى في الست اكتر يعني، بس هو يعني دايما بيبقى موجود فكرة ان هو حاجة عنيفة جدا، حاجة صعبة قوي بتحصل. حاجة اللي بتحصل دي انا بعملها عشان خاطرك. طب هي بتأذيني جسديا، بتأذيني نفسيا، بتأذيني عاطفيا، مموتاني خالص، بس انا بالنسبة لي لا، انا بعملها حبا. على فكرة هو انا بعمل كده بمزاجي، على فكرة انا بعملها حب جدا يعني. فالعلاقة السادية اول نشمها بس كده من بعيد نهرب بجد، عشان يعني مش هنقول هنستنزف بقى طاقتنا وبتاع، لا احنا ممكن نموت فيها يعني، بجد ممكن نتعدم العافية فيها. فالعلاقة السادية ما تنفعش اطلاقا اطلاقا اطلاقا. إيه، نجري، ما نقعدش. تامن حاجة عندنا وهي عكس اللي فاتت دي خالص، وهي المازوخية. يعني ايه المازوخية؟ او بيقولوا عليها المازوشية في علم النفس. يعني انا سمعت المازوشية دي من ثيرابيست قبل كده، فانا مش عارفة بصراحة يعني هل هي اسمها المازوخية او المازوشية، بس هي يعني هو ده المصطلح بتاعها. وهو عكس التاني خالص، انا بستمتع بالضرب، انا بستمتع بالتعنيف، انا ما بمشيش غير لما بتضرب، انا ما بمشيش غير لما بتعنف، انا ما بمشيش غير لما اتذل واتهان وي 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 وي. طبعا لو انت حد في علاقة وتلاقي الشخص اللي معاك دايما كده، فاعرف ان هو الشخص ده مش طبيعي، الشخص ده مش طبيعي ان هو يحصل منه حاجة زي دي. لان حاجة زي دي يعني مش طبيعي، مش طبيعي ابدا ان انا اكون مع حد يحب ان انا اعنفه، او احب ان انا اضربه او اهينه او اجرحه نفسيا او اي حاجة. لا، الشخص ده سايكو جدا، يعني محتاج ان هو يروح يتعالج. ودايما دايما دايما العلاقات اللي بتلاقيها راكبة على بعض كده يعني دايما بتلاقي العلاقات اللي راكبة مع بعض، واحد سادي وواحدة مازوخية، يا لهوي. هما الاتنين توكسيك، بس قمة الاستمتاع في العلاقة مع بعض، بتبسطوا قوي قوي قوي. ليه؟ لان هي بتحب تتلب، وهو بيحب ان هو يضرب، او ان هو بيحب يهين، وهي بتحب ان هي تتهان. فبتلاقوا ان هو عاملين ميكس كده رهيب. او العكس، هو بيحب ان هو يتهزق جدا على فكرة، وهي سلطوية سادية جدا، هتلر هتلر النسخة النسائية. فتلاقيها هي شغالة كده وخلاص. لو مبسوطين قوي مع بعض، هما مؤذيين جدا، ناس توكسيك موت يعني، خلاص بقى. هما ما يستحقوش يبقوا في مكان غير ان هما يكونوا قاعدين في اوضة الثيرابيست دلوقتي، بس هما موجودين. فالعلاقة السادية اللي نكتشف ان احنا الماي بارتنر بتاعنا سادي، او ماي بارتنر بتاعنا مزوخي، لا، دي علاقة ما تنفعش، ما تنفعش بكل المقاييس. وما نقولش على فكرة بقى هو كان كده بس هيتعالج، لا، يروح للثيرابيست ويتعالج، وبعد كده نبقى احنا نشوفه لو احنا بقى هنشوف. لكن والله هتعالج عشانك لا، دي حالات صعبة قوي ان الانسان يتعالج منها. فيروح ويتعالج، وبعد كده انت تبقي تشوفيه او انت تبقى تشوفها. لكن غير كده لا. علاقة، ربنا يعافينا من العلاقات دي بجد، بس بتبقى صعبة 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 فوق مما تتخيلوا، وبتبقى تحت مسمى الحب. عشان نعرف ان احنا قد ايه بنابيوز الحب بجد. يعني احنا اكتر ناس بنابيوز الحب في الحياة. بنجيب الحب كده اللي هو حاجة جميلة قوي، ونقوم ملبسينها اي حاجة توكسيك وخلاص. ونقوم على فكرة هو ده الحب، لو انت بتحب بجد هتعمل كده. وحاجات غريبة كده. وبعد كده نيجي بقى في نشير البوستز او الفيديوز بتاع محدش بينجرح قوي غير لما بيحب قوي.
ما بيبقاش حب يا جماعة، والله ما بيبقى حب، صدقوني والله ما بيبقاش حب. يعني لو حب انتوا مش هتوصلوا للليفل ده كده من الحاجات دي، يعني ما فيش نضج اصلا يوصلكوا الحب من حاجة زي دي. فبس يعني تبقوا فاهمين كده، الحب يعني علاقة صحية، يعني انا مبسوط في العلاقة دي، يعني انا بتطور، يعني انا بنجح، يعني انا بنتج، يعني انا العيوب بتاعتي شغالة عليها كويس قوي، يعني الشخص اللي قدامي بيقدم لي حاجة. لكن انا بستنزف، بعمل حاجات بغصب عني، في حاجات شكلها مش طبيعي، مش النورمال بتاعت الناس، لا نعرف ان ده مش حب خالص. وبيبقى ايه، السب تايتل بتاعه حب، بس هو مش حب خالص. يعني اي حاجه كده بندلعها نقولها يا حب، بس هي مش حب. تامن نوع معانا وهو حب اللخبطه. يعني ايه حب اللخبطة؟ يعني نبقى موجودين في العلاقة دي واحنا مش عارفين اي حاجة، متلخبطين، هو بيحبني ولا لا، إيه مش عارف ايه، إيه طب هو لو بيحبني بيعمل كده ليه، طب هو شكله ما بيحبنيش قوي، إيه طب هي شكلها بتعمل كده ليه، انا متردد قوي، انا مش عارف ايه. تردد، كمية تردد وكمية لخبطة، انتوا ما انتوش فاهمين، شوية يقرب وشوية يبعد، يكلمك شوية يفضل سهران معاكي طول الليل، يبعتلك مسجات وي وبحبك او بتاع، اسبوع يختفي. هي تقعد تقول له مش عارف ايه، افعالها عكس اقوالها. فبتحسس الانسان، بيدخل الانسان كده في حاله اللي هو كونفيوزد قوي، اللي هو انا مرتبك، انا حيران، انا مش عارف انا اعمل ايه، وخلاص. فبتلاقي وبعدين نسمي ان هو ده حب، على فكره لا. اي حب بيعمل الربكه دي ما يخليش الانسان ستيبل او ساتسفايد من جواه، او ان هو يكون هابي، او ان هو يكون مبسوط، او ان هو يكون حياته كويسه، لا ده مش حب. والله ده، والله اي حاجه تانية غير الحب. ما تقنعنيش اي حاجه تانية غير الحب. الحب اللي يربكك ويجننك ويخليك تفكر كتير، اوفر ثينكينج قوي في كل حاجه، وتبقى طول الوقت انت مش عارف، طول الوقت بتسال ليه، طول الوقت بتسال هو ده ايه. طول ما الانسان بيسال هو ده ايه، ومش مستقر على الارض ثابته، ومش بينتج، ومش حاسس ان هو موجود في مكان كده هو حاسس فيه بامان، يعرف ان هو ده اكتر حب من انواع الحب التوكسيك. يعني من انواع الحب السلام عليكم، ده حب توكسيك يا جماعه، ما ينفعش ان انتوا تحبوه خالص. مش ده الحب اللي المفروض الانسان يبقى عايش عشانه في الحياه، لا. ده شويه ايشوز على شويه تروماتايز، محتاجه اوضه كده نروح فيها، موجود فيها 3 ثيرابيست ولا حاجه، يقعدوا كده ينقبوا جوانا يشوفوا المشاكل. لكن انا متردد قوي، انا طول الوقت بسال نفسي هو بيحبني ولا لا، او طول الوقت هو بيسال نفسه هي بتحبني ولا لا، هو عاوزني ولا لا، هي عايزاني ولا لا. طول الوقت لو احنا بنسال نفسنا الاسئله دي، يا حرام حرام تكون حد كبير وعندك awareness وبتقدر نفسك ومدخل نفسك في علاقة عاملة كده. لا حرام، حرام بجد. يعني إن لبدنك عليك حقا، ودماغك ليها عليك حق. فحرام قوي ان احنا ندخل نفسنا في حاجات زي دي، لا ما نسألش الأسئلة دي، احنا اكبر من ان احنا نقعد نسأل الأسئلة دي ونتعب نفسنا بالشكل ده. عاشر حاجة والأخيرة معانا بقى في في المعجنة اللي احنا بنقول عليها الحب دي، وهو حب الشروط. يعني ايه حب الشروط؟ على فكرة انا بحبك بشرط ارائك اللي انتي بتكتبيها على الفيسبوك مش عجباني قوي. على فكرة انا بحبك بشرط انت هتعمل كذا. اول ما يقول بحبك بس، خلاص افهم بقى، يعني هو افهم. انا همسك لك اجيب لك لستة شروط كده، واقعد اقول لك انا عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا، وهي تقعد تقول انا عايزه كذا وعايزه كذا وعايزه كذا، ويقعدوا يغيروا في بعض ويبوظوا في بعض، وتبقى حاجة يعني في منتهى العبث. فما ينفعش، ما ينفعش خالص. بحبك وبعدها بس. انسان بيحب حد خلاص، انا قابل ده كله، انا قابله كباكج بعيوبه ومميزات. مش هقعد بقى اخد منه الحته دي واحط عليه الحته دي، واشيل واحط واشيل واحط، واقعد بقى ان هو خلاص بقى، هو انت لو بتحبني هتعمل الشروط اللي انا قابلك عليها. انا بحبك على فكره، بس بشرط لما انا وانتي نتخطب او نتجوز ما انتيش تلبسي بنطلون. انا راجل شرقي جدا ومش عارف ايه، ما تلبسيش بنطلون. انا بالنسبه لي البنطلون ده قمه الفجور والمعصيه والحاجات دي. على عيننا وعلى راسنا معتقدات اي بني ادم، بس كل بني ادم يروح يشوف الحاجات اللي هو عاوزها في الشخص، ما نجيبش شخص ونشكله على مزاجنا، ما نجيبش شخص ونشرط عليه، ما نجيبش واحده مش محجبه ونقول لها على فكره بقى احنا عايزينك تتحجبي ومش عارف ايه. هل هي ما سمعتش مثلا عن الحجاب في مره؟ هل ما فكرتش لما هي كانت اتحجبت من نفسها؟ وبعدين هي هتروح تتحجب عشان خاطرك ليه؟ السلام عليكم. هو الحجاب عشان ربنا بس. او ان هي مثلا تكون واخده واحد ومثلا هو كل حاجه هو راضي عن نفسه وحابب نفسه كده، وهي تجيبه بقى وتقول له على فكره انا عاوزاك تبقى بتروح جيم، وعايزاك تلعب باسكت بول، وعايزاك تعمل وعايزاك تعمل وعايزاك لا.
حضرتك انت بتشوفي ده نموذج عاجبك جدا، وده نموذج البارتنر بتاعك في خيالك، روحي خدي حد كده، ما توافقيش على ده. ما تجيبيش حد انت عارفه ان هو قدراته 1 2 3 وشغله 1 2 3 وحياته عامله بشكل معين، ونجيبه ونقول لا احنا هنخليه على مزاجنا، انا على فكره هو بس في شويه تعديلات بسيطه كده هعدلها. لا، الانسان ما يغيرش وما يشترطش على اللي قدامه. اللي قدامي ده عايز يتغير عشان نفسه او حاسس ان هو نفسه هنا كويس، اوكي. انا بتكلم على حته الشروط، انا مش بقول ان احنا نتغير عشان نبقى احسن في حياة بعض، ده طبيعي ان الواحد يتغير عشان يكون كويس وعشان يحسن العلاقة، عشان ودي حاجات بتبقى قرارات نابعة من البني ادم نفسه. لكن انا بتكلم على الحد اللي بيجي يشرط، حد كده يجي يقعد يؤمر ويتأمر ويقول على فكرة كذا ومش على فكرة كذا. لا، سلام عليكم يعني، روح كل بامية. بلاش نقول لك تروح تعمل ايه تاني، روح كل باميه والله يعني، روح اقعد جنب الست الوالده، سوري والله يعني مش قصدي، بس هو روح اقعد جنبها. فبس والله هي دي كل الحاجات اللي انا كنت نفسي اقولها. ولو حد شايف في حاجات تانية انا كان ينفع اقولها وانا ما قلتهاش، ممكن يقترح عليا وانا هقولها في فيديوز تانية وكده. لكن انا بتكلم في الحاجات اللي انا شايفاها. انا شايفة ان ال10 انواع دول منتشرين جدا جدا جدا، والناس فاكراها حب. الناس فاكرة ان هو ده الحب. لا يا جماعة، ده مش ده الحب خالص يعني. مش الحب ان انت تبقى ملكي، ولا الحب ان انا ابقى بطيعك طول الوقت، ولا الحب ان انا ابتزك وابتز مشاعرك، ولا اني افصلك، ولا اني اخلط، ولا اني اشتغل بدالك وانت تشتغل بدالي ونعيش في ادوار بعض وما نعيش زي بعض وكل الكلام ده. لا، يعني كل واحد عارف. انا بالمناسبة كاتباها في نوت هنا، فعشان كده ببص لاني مش فاكرة. فبس، فكل دي حاجات كنت عايزة اقولها. والحمد لله ان الفيديو اكتمل على خير. وان السما ما نزلتش على الارض، وان الطول ما صبحش بالعرض، وفي يوليو ما متناش من البرد والله. الفيديو ده كل ما باجي اسجله مش عارفه بيحصل حاجه، فان شاء الله ربنا يسهل وبس. ثانك يو.